مستمعيه BFM، أسعد الله أوقاتكم. في منتدى هيفي الثقافي لهذا اليوم نلتقي مع الكاتب والشاعر سلمان إبراهيم خليل لتسليط الضوء على أهم كتاباته، كما ونحاوره في جملة قضايا ثقافية وفكرية مختلفة. فأهلا بكم. إذن هناك اغترابا ثقافيا لدى المثقف الكردي، وكنت قد حاورت أحد المثقفين الكرد في الحقيقة قبل فترة، وقال لي بأنه ليس هناك مفكرون كرد. أعتقد أنك تقول في ذلك. وفي محورنا الآخر أسألك أستاذ سلمان، كيف يمكن إعادة عملية التعاطي الثقافي مع المجتمع؟ أي الوصول إلى مجتمع يتبنى الثقافة ويتبنى المثقف، ومن يستطيع القيام بهذه المهمة؟ حتى نستطيع أن نعيد المجتمع أن يطعى إلى الثقافة وأن يتعاطى الثقافة، يجب أن لا يبقى المثقف الكردي في وضعه المأزوم في هذا الوضع هذا. يجب على المثقف الكردي مراجعة نقدية لقناعاته وأفكاره التي فقدت وهجها وألقها. ليست هناك أفكار متوهجة ومتألقة للمثقف الكردي. علينا أن نراجع أفكارنا، أن نراجع كل ما يتعلق بمسؤولياتنا. لذلك عند ذلك نستطيع التأثير في المجتمع. الحياة من حولنا تتغير بوتائر سريعة، كذلك المجتمع والعلم في تغير مستمر. مع هذه التغيرات تتبدل حقول المعرفة وأشكال التواصل وآليات التأثير، وعلينا أن نستفيد من هذه المتغيرات ونتفاعل مع واقعنا من خلال امتلاك خصائص التفكير الموضوعي والفاعلية التي تجعل المثقف يجابه كافة التحديات الذاتية والموضوعية، إذا كان فعلا هدفه خدمة قضايا مجتمعية. إذا كان هدفنا خلق وعي فكري جديد، يجب على المثقف أن يعمل على امتلاك الجماهير ثقافة تغييرية تختلف شكلا ومضمونا عن الثقافة المسيطرة حاليا. الثقافة المسيطرة حاليا قائمة على ثنائية الإخضاع، وطبعا ثنائية الإخضاع والسيطرة قائمة. ونقصد بالثقافة التغييرية أن يمتلك المثقف الثقافة التغييرية أي ثقافة الكتلة الاجتماعية التي تقود بالتغيرات العميقة والفاعلة في بنية المجتمع. المثقف لا يستطيع التغيير، المثقف يقوم بالتنوير، أما التغيير فهي من مهام الكتلة الاجتماعية. الكتلة الاجتماعية التي تقوم، المجتمع يقوم بالتغيير ولكن المثقف يقوم بالتنوير. لذلك على المثقف أن يستطيع أن يقدم أفكار، هذه أفكار تقود المجتمع إلى تغيرات عميقة في بنيته. المثقف له دور كبير في ذلك، كما قلت دوره التنويري، أي تهيئة الأرضية المناسبة للتغيير، لأنه لا تغيير حقيقي دون استلهام فكر أو ثقافة. إذا لا يوجد فكر لا نستطيع أن نغير، لا يستطيع المجتمع أن يغير نحو الأفضل. لذلك نحن دائما بحاجة إلى فكر وثقافة، والفكر والثقافة ينتجها المثقف، وهو الذي يصنع الاستنارة والتنوير. أي أن المجتمع هو رافعة لتغيير الواقع نحو آفاق أكثر تجديدا ورقيا. وهنا أقول أو أستشهد بكلام المفكر أدوارد سعيد، يقول: في الواقع ليس المثقف حسب فهمي للكلمة شخصا ينزع إلى تهدئة الأوضاع، وهو ليس معززا للاجتماع، بل هو شخص يرهن وجوده الإحساس النقدي، وهو إحساس يشي بعدم تقبل الصيغ السهلة أو الأفكار الجاهزة أو البراهين الناعمة الملائمة تماما لما تقوله الجهات القوية أو التقليدية وما تفعله. ولا أقصد هنا عدم الرضا السلبي، بل الاستعداد الفعال لقول ذلك على الملأ. ولا يتعلق الأمر على الدوام بنقد سياسات الأنظمة فقط، بل التفكير برسالة المثقف بوصفها تتمثل في حالة من التنبه الدائم، من الاستعداد الثابت لعدم ترك أنصاف الحقائق توجه المرء في حياته. هذا يؤكد على أن المثقف يجب أن يكون واسع المعرفة، كذلك يجب عليه عدم المهادنة من أجل حقن الذاكرة الجمعية للمجتمع، من أجل استعادة نشاطها وزعزعة القيم السلبية من خلال كشف التناقضات في الخطاب السائد وبيان زيف بعض الممارسات الاجتماعية والمسالك الذهنية التي أصبحت بحكم العادة حقائق وثوابت عندنا، وهذا ما يؤدي إلى إعاقة التطور المجتمعي. لذلك عندما يظهر المثقف عدم صوابية تلك الثوابت ومنعتها لصيرورة التقدم في الحياة، تاليا يدفع المجتمع إلى إعادة ترتيب أفكاره، ومن ثم تغيير مواقفه وتجديدها تجاه كافة القضايا والأحداث المتعلقة بواقعه، وتاليا إلى الوصول إلى التغيير المنشود الذي يبشر بمستقبل أفضل في جميع المجالات. الحقيقة ما تطرحه قضايا هامة وتحتاج إلى حوارات مطولة وندوات مطولة لاستجلاء معانيها وتأثيراتها. ويقولون أن الناس لا يقرؤون،
وقد يكون ذلك صحيحا إلى حد كبير، ولكن هل تعتقد أن المثقف بالعموم لا يقرأ في هذه المرحلة؟ أعتقد ما تقوله صحيح تماما، خاصة في مجتمعاتنا حيث تكشف كافة التقارير التي اطلعت عليها عن تدهور نسبة القراءة في صفوف مجتمعات الشرق الأوسط بشكل عام، طبعا وبينهم المجتمع الكردي، مقارنة بالغربيين، بالمجتمع الغربي، بالدول الغربية الذين يقضون ساعات طويلة أمام في القراءة. وأوضح تقرير، هنا أذكر مثال، أوضح تقرير التنمية الثقافية التي أصدرته مؤسسة الفكر العربي وقدمت مضامينه في الدورة العاشرة لمؤتمر فكر المنعقدة بدبي بالإمارات، إن متوسط قراءة الفرد الأوروبي يبلغ نحو 200 ساعة سنويا، في حين يتناقض معدل القراءة لدى الفرد في مجتمعاتنا إلى 6 دقائق سنويا. تصور، واصفا بنسبة القراءة المسجلة في العالم العربي المخيفة والكارثية. طبعا وأضافت الوثيقة أن أسباب تدني مستوى القراءة والمطالعة يتغير من بلد لآخر في الشرق الأوسط، وتتحدث عدة عوامل: عامل السن، المستوى الثقافي الاقتصادي والوسط المعيشي والجغرافي والبيئي، وبيئة التعليم سبب أساسي، بيئة التعليم الناقصة سبب أساسي في تعطيل علاقة الإنسان بالكتاب. طبعا أنا أذكر سبب آخر كمان، حالة الحرب التي نعيشها في سوريا، كمان أحد الأسباب الأساسية في العزوف عن القراءة في وسط المجتمع. حتى المثقفين، أكمل الإجابة على سؤالك، حتى المثقفين الكرد الذين من المفروض أن يكونوا على اطلاع مستمر بأحدث الإصدارات الثقافية والفكرية اللي تصدر في العالم وفي العالم بشكل عام، وفي الدول العربية وفي على المستوى الكردستاني، نراهم لا يقرؤون، بل يكتفون بمتابعة الانترنت والفضائيات، هم أيضا متأثرين بثقافة الصورة. ونستكمل حوارنا مع الأستاذ سلمان إبراهيم، وفي محور من وحي كتاباتك تقول في قصيدة لك بعنوان اغتيال الوطن: أصبحت الكلمات عصية علي وخانتني البلاغة، تمضي أفكاري إلى حتفها حكايات لم تعد لها معنى، مفردات القواميس أصابتها الخيبة، غابت أغنيات فيروز ومحمد شيخو عن صباحاتي، انسل الأسى إلى أحلامي، لم يعد هناك متسع لأحزاني، مدينة الجميلة أمست بقايا ذكريات، غادرها الأصدقاء، أغتال وطني وحولوه إلى ركام أشلاء. والسؤال أستاذ سلمان، هل هذا اليأس أمر شخصي أم إنه يأس أمة كاملة تحملها هنا؟ أرى أنه فيه جانب من اليأس تحمله أمة بأكملها في ظل هذه الظروف والأوضاع التي نعيشها. إنما يجري في سوريا الآن من قتل ودمار أرى أن لا مثيل له في العصر الحديث، أدى إلى تدمير مدن بكاملها واستشهاد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد، عدا عن تشريد الملايين من البشر. إذا هكذا أوضاع لابد أن تنتابنا لحظات يأس أحيانا، رغم ذلك فإننا محكومون بالأمل كما يقول سعد الله والنوس. ويظهر عليك الحزن في هذه القصيدة كما لم تحزن من قبل. ترى هل هو وليد اللحظة التاريخية التي نعيشها، أم إنه موروث رافقنا منذ الكوارث الأولى التي لحقت بنا نحن الكرد؟ نعم، أعتقد أنه موروث رافقنا منذ الكوارث الأولى التي لحقت بنا نحن الكرد. تاريخ الكرد أستاذ فرحان مليء بالمآسي والأحزان، وكأن الكرد مبشرون بالحزن. في تاريخ الكرد تختلط المأساة بالبطولة كثيرا. سنرجع للتاريخ الحديث. صارت حلبجة في كردستان العراق رمز للمأساة الكردية في العصر الحديث، بعدما ضربت القوات العراقية بالأسلحة الكيميائية في آذار عام 1988، وقضى نتيجة ذلك أكثر من ما بين 5 و7 آلاف شهيد من سكانها، أطفال، صغار، نساء، خلال دقائق معدودة. قبل حلبجة كانت هناك مهابات في كردستان إيران الشرقية، إيران المدينة التي ارتبطت اسمها بأول جمهورية كردية في العصر الحديث عام 1945، وتم القضاء عليها بعد 11 شهرا من قيامها، كما اعتقل مؤسسها الشهيد قاضي محمد الذي أعدم لاحقا. هكذا صارت مهابات رمزا للافتخار والمأساة والحزن في نفس الوقت. قبل مهابات أستاذ فرحان كانت هناك ديرسم في كردستان الشمالي، في كردستان تركيا، التي هاجمها الجيش التركي بأمر من مؤسس جمهورية تركيا الحديثة كمال أتاتورك في عملية عسكرية عام 1937،
أبيد خلالها 13,000 كردي من سكانها. أما النساء والأطفال الذين اختبأوا في الكهوف فأحرقوا في هذه الكهوف. قام الجيش التركي بإحراقهم وهم أحياء. طبعا تبعت هذه الإجراءات في تركيا إجراءات أخرى، بحيث تم تغيير معالم كردستان، غيروا الأسماء، دير سمسار تونجلي صار الأكراد أتراك الجبال في تركيا، وهكذا. طبعا هذا غيد من فيض من المآسي الكرد. هناك مآسي كثيرة لا نستطيع أن نحصرها في هذه الدقائق المعدودة، لذلك يبقى الحزن ملازما لنا ومتغلغلا في أعماقنا. نعم. كما وفي نص قصير آخر تقول: عدت أحلم بكاوى يفتح الصور، فإن الشمس تغطي أناء الليل وأطراف النهار. هنا الحنين إلى الإشراقات الكردية. إلى متى سيظل يداعب مخيلة الشاعر والكاتب الكردي؟ أما حان زمن إشراقات نعيشها نحن، نخلقها نحن؟ نعم، لأننا عانينا الحرمان من حقوقنا، لذلك نحن إلى الإشراقات. عانينا الحرمان من حقوقنا كشعب عبر مئات السنين، لذلك نحلم دوما بكاوى يبعث من جديد، ينهي ملحمة التراجيديا الكردية الطويلة ويقضي على الظلم وعلى الاستبداد ويجلب لنا الحرية. وأعتقد أن الظرف الراهن هو الظرف الأنسب لتحقيق الإشراق الكردية التي طال انتظارها. فمنطقة الشرق الأوسط التي نحن جزء منها تمر بمرحلة تاريخية هامة جدا ومفصلية، تشبه إلى حد كبير مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، عندما انهارت الدولة العثمانية وتم توزيع المناطق التابعة لها إلى كيانات، وثم ألحقت بموجب قانون الانتداب بدول فرنسا وبريطانيا. التقسيمات الجغرافية. هذه المرحلة تشبه إلى حد كبير تلك المرحلة. الآن نشهد انهيار النظام الشمولي الدكتاتوري في المنطقة، الذي كان يرفع الشعارات القومية البراقة، وكان يضطهد المكونات غير العربية، ويمارس بحقها أبشع السياسات العنصرية، حيث فقد هذا النظام كل شرعيته طبعا وفقد صلاحيته. لذلك تمر المنطقة بمرحلة تشكل من جديد، إعادة رسم خريطة المنطقة من جديد. عنوان هذه المرحلة انهيار النظام المركزي والتحول نحو الفيدراليات أو اللامركزية السياسية أو اللامركزية الإدارية، إن لم يكن نحو التقسيم. لذلك وأيضا على الشعوب والقوميات التي كانت مضطهدة التقاط هذه اللحظة ومن بينهم الكرد، وهي لأنها الظرف الأنسب لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق حقوقهم وإنجاز ما كانوا يحلمون إليه من حيث بناء كياناتهم، أو على الأقل نيل حريتهم ونيل حقوقهم الكاملة. نعم، إنها فترة مخاض عسيرة وطويلة. وفي محورنا الأخير من هذا الحوار اسمح لي أستاذ سلمان أن أخصه لعلاقتك بالجمع الثقافي وبيانك الأخير حول تجميد عضويتك من اتحاد الكتاب الكرد سوريا. بداية أسألك عن الأسباب التي دفعتك لإصدار هذا البيان. عندما تم تشكيل اتحاد الكتاب الكرد في سوريا استبشرنا خيرا، لأننا تأملنا بأن نكون نحن المثقفين والكتاب قادرين على بناء مؤسسة أدبية وفكرية تلمنا وتعتمد العمل المؤسساتي وتساهم في تنمية الجانب الإبداعي لأعضائها. لكن للأسف كان هذا الاتحاد صورة مشوهة عن التجربة الحزبية السياسية الكردية، حيث تمكن رئيس الاتحاد بالتحديد من الهيمنة على الاتحاد واختزال الاتحاد في شخصه وسخره لمصالحه الشخصية، مما أدى إلى زيادة حدة الخلافات بين أعضاء الاتحاد وأحدث شرخا قد يؤدي إلى شق صف الاتحاد، وهذا ما لا نتمناه. ولم يعد الاتحاد حالة ثقافية جامعة أستاذ فرحان، وهذا يعني بطبيعة الحال انزياح كبير عن الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد. لذلك آثرت أن أجمد عضويتي في هذا الاتحاد. نعم، ومن زاوية الشك كما في السياسة، لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ لأنه طفح الكيل كما يقال، ولم يعد بالإمكان إصلاح الاتحاد من الداخل في ظل تراكم الأخطاء والتجاوزات. طبعا حتى لا يكون ما أقوله كلاما جزافا أو مجرد رأي، سأذكر لك بعض الحقائق. قبل مدة من الزمن طلبت هيئة الثقافة التابعة للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، طلبت من اتحاد الكتاب ترشيح عناوين 8 كتب لأعضاء الاتحاد لطباعتها على حساب هيئة الثقافة. ماذا فعل رئيس الاتحاد بهذا الخصوص؟ قام رئيس الاتحاد بترشيح 3 كتب له وكتابين آخرين لعضو آخر محسوب
عليه، والكتب الثلاث الباقية لبقية أعضاء الاتحاد بأكملهم. نقطة أخرى، قام رئيس الاتحاد بتحويل الاتحاد إلى حزب سياسي. كيف؟ في بعض المناسبات، وأذكر هنا مناسبة مجزرة كوباني، أصدر بيان مع 3 أحزاب سياسية بخصوص ومجزرة كوباني التي ارتكبتها تنظيم داعش الإرهابي بحق السكان المدنيين الكرد في كوباني. طبعا هذه جريمة مدانة، مجزرة لا يقبلها العقل، لا إنسانية، نحن نرفضها بكل وسائل نرفضها. لكن قام الاتحاد من خلال رئيسه بإصدار بيان سياسي كما قلت. هنا هل مهمة الاتحاد إصدار بيان سياسي في هكذا أحداث وخاصة مع أحزاب سياسية؟ أول هنا عندما تصدر بيان مع أحزاب سياسية هذا طعن في مصداقية وحيادية الاتحاد من جهة، ومن جهة ثانية تتحول إلى طرف سياسي. في هكذا مناسبة كان من الأفضل ومن الأجدى للاتحاد أن يقوم بنشاط فكري ثقافي أدبي يتعرض فيه لمجزرة كوباني، يفضح فيه جرائم داعش، يندد بهذه الجريمة، ولكن من خلال نشاط ثقافي فكري أدبي بهذا الخصوص. لذلك جاء تجميد عضويتي في هذا التوقيت وليس له أي دلالات أخرى. إذن اعتراضك الأساس على رئيس الاتحاد؟ طبعا نعم، كما تقول في بيانك بأن هذا التجميد جاء وكما جاء بالحرف إلى أن تتوفر شروط إحداث التغيير المطلوب. فما هو التغيير المطلوب برأيك؟ أعتقد التغيير المطلوب عندما يدرك جميع أعضاء الاتحاد بأن الاتحاد خرج عن مساره، وبأن الاتحاد أصبح وسيلة لخدمة أشخاص محددين بعينهم. وعندما يتم عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد حينها يمكن إحداث التغيير المطلوب ووضع قطار الاتحاد على السكة الصحيحة. نعم. في نهاية بيانك تشير إلى أن ما قمت به هو السعي نحو خلق أفق ثقافي وفكري أرحب. فهل النشاط الثقافي الفردي أرحب من النشاط الجمعي؟ بالتأكيد العمل الجماعي هو الأكثر فاعلية والأجدر على تحقيق النتائج المرجوة في الشأن العام من العمل الفردي. لكن في الواقع الكردي حتى الآن لم نستطع بناء أطر جماعية يتبنى هذا الإطار أو هذه الأطر الصيغة المؤسساتية في عملها، وهذا ما يؤدي إلى تشويه المناخ العام. عندما تؤسس أي إطار جماعي، هذا الإطار عندما لا يستطيع أن يقوم بعمل مؤسساتي، هذا انزياح عن مهام هذا الإطار، عن أهدافه، عن برامجه، بالتالي يؤدي إلى تشويه المناخ العام. لذلك يكون العمل الفردي في هذه الحالة بعيدا عن هذه الأجواء الملوثة أكثر قدرة على العطاء والإبداع. ولا ننسى أن معظم المبدعين والمفكرين الذين أرادوا الإنسانية بفكرهم ونتاجاتهم لم يكونوا أعضاء في اتحادات وهيئات جماعية. نعم. ويمكنني أن أسألك عن مأساة الحياة العامة. هل تعتقد أنه ما زلنا غير قادرين أو حتى كمثقفين على العمل وفق مقتضياتها؟ نعم، على ما يبدو نحن المثقفين أيضا غير قادرين على ذلك. فالمثقف هو بشكل أو بآخر هو تعبير عياني عن وعي وواقع مجتمعنا، هذا المجتمع الذي ما زال تحكمه الحالة الفردية في مجال الشأن العام. لذلك نحن ما زلنا عاجزين عن مأسسة عملنا الجماعي المشترك، لأن مجتمعاتنا الشرقية تعاني ما يمكن أن نسميه ازدواجية الشخصية، حيث على الصعيد النظري نتحدث عن العمل الجماعي والمبادئ والقيم والأخلاقيات وغيرها من القيم والرؤى الإيجابية، لكن على صعيد التطبيق نمارس نقيض نظرياتنا وأفكارنا للأسف الشديد. نعم. وأخيرا في كلمة لك، ماذا تقول؟ أستغل هذه الفرصة وأتوجه إلى زملائي في اتحاد الكتاب بضرورة العمل والسعي لإحداث التغيير والإصلاح المطلوب في الاتحاد، لأن هذا التغيير والمطلوب منه هذا التغيير المأمول يجب أن يحصل في الاتحاد، لأن المثقف هو يحمل مشاعر الثقافة، والثقافة هي جهاز المناعة الذي يحمي المجتمع من فيروسات الأمراض الثقافية الطفيلية أو من أي فيروسات الأمراض الموروثة في تاريخ مجتمعنا ذاته. وما من شك أن الثقافة تشكل جسر العبور للوصول إلى مواقع حضارية ينشده الجميع. لذلك الأعضاء الزملاء في اتحاد الكتاب مدعوين لتحمل مسؤولياتهم وتصحيح المسار. في الختام أيضا أشكرك
أستاذ فرحان، وأشكر إذاعة هيفي وكل القائمين على إتاحة المجال لنا للحديث عن شؤون وشجون الثقافة، متمنيا لكم دوام النجاح والمزيد من التألق، ومرة أخرى لكم الشكر. وأنا بدوري أشكرك أستاذ سلمان على هذه الفسحة التي وفرتها لنا للحوار معك. ومستمعين الكرام، قد كنتم معنا في منتدى هيفي الثقافي، وكان معنا ضيفا عزيزا الكاتب والشاعر والباحث سلمان إبراهيم خليل، ومع أرق تحياتي أنا فرحان كلش، وإلى اللقاء.